ما ارتبطتيش تاني خالص بعد الطليق صح كده؟ لا الحمد لله يا رب. الحمد لله. الحمد لله. في تجارب كتير بس فشلت بعد الطلاق طبعا. طبيعي الواحد بيبقى عايز بقى ايه يدخل تجربة جديدة. أوكي. يتجوز تاني، يأسس حياة تاني. فكرتي في ده؟ فكرت وما كانش ليه حظ في القصة دي خالص بصراحة، فصرفت نظر عن الموضوع. يعني دلوقتي مفيش اي خالص اتجاهات من النوع ده؟ شوفي هقولك على حاجة، أنا برضو لما ببص لتركيبتي من وأنا صغيرة، أنا مش من الستات اللي لازم يكون في راجل في حياتها خالص. خالص. أنا independent woman, strong independent قوي. ده حتى من وأنا طفلة، يعني حتى فترة الطفولة بتاعت المدرسة لحد ثانوية عامة مثلا، أنا عمري ما ارتبطت بقصة حب. الولاد بالنسبة لي دول، أنا كنت توم بوي جدا، أحب ألعب مع الولاد كأني واحد صاحبهم. وما كانش خالص يستهويني ابدا ان انا رومانسيه وعارفه وتقول ورده في الكراسه والحاجات بتاعت البنات دي ما عشتيش الكلام ده وانتي صغيره خالص خالص خالص. فتقريبا يعني انا كده فضلت كده لحد ما بدات اشتغل، يعني لحد سن 17 سنه. يمكن اول تجربه رومانسيه كده كان هو ابو بنتي. فيعني انت بتتكلمي مثلا ايه لحد سن مثلا 22 سنه انت، فخلاص انا اتكونت كده، يعني اتكونت حته الراجل مش اساسي في حياتي. وبحترم جدا الست برضو، اصل احنا مش زي بعض. في ست لا لازم يكون في راجل في حياتها، هي بتحس ان هي مكتمله كده. انا لا، انا بالعكس، انا ممكن اقعد عادي سنين ما فيش راجل وزي الفل، يعني زي الفل جدا ومبسوطه، مش حاسه ان انا وحيده بقى بيجيلكيش وقت كده يعني تزعلي ان انتي لوحدك مثلا؟ بالعكس خالص، انا متونسه اصلا بولادي، قطتي وكلبتي. لا ده احنا هنيجي لموضوع الحيوانات ده دلوقتي. ده دول لوحدهم يعني. تحبي الحيوانات؟ بعشق الحيوانات. كل الحيوانات. كل الحوانات يعني. عندك قد كام حيوان في البيت؟ هم وصلوا دلوقتي ل9، يعني عندي 8 قطط وكلبة كلهم انقاذ. واخر قطة كانت انقاذ اتبنتها، جات لي حامل يا حبيبتي، فجايبه لي قطتين صغننين امامير قوي كده في البيت كبروا. فاصلا انت قاعده معاهم مسليه جدا، يعني متعه يبقوا حواليكي. كل شويه حد يجي لك يدلع عليكي كده، اروح اشوف اكلهم، ازود اكلهم. بس دي مسؤوليه كبيره قوي، يعني انا عارفه ان الحيوانات ما هو روح، لازم اكل وانتي كمان شغلك طول الوقت، اكيد مش طول الوقت في البيت. بتعملي ايه؟ لا ليه، بالعكس انا شغلي مش كتير قوي، مش يوميا. وانا حد بيتوتي قوي، انا احب البيت قوي قوي، احب قعده البيت بالشكل فوق ما تتخيلي. وتلاقيني دايما اشغل نفسي بحاجات، يعني انا بحب الخياطه قوي، خياطه يعني اخيط حاجه مقطوعه وكده. انا بقول لك مواهب. يعني تلاقيني مثلا ايه اشوف ايه مش عارفه ده عايز اوكي بتظبطي، بتعرفي تخيطي. اظبط الاكستنشنز مثلا بتاعت شعري ولا حاجه، اقعد بقى اعملها. بتسلي نفسك. بوظت اكستنشنز كتير قوي لما بحب اقص، يعني حاجات بحب ابقى بحب اجرب حاجات. فهتلاقيني طول الوقت انا متسليه في حاجات كتير تتعمل. في مسلسل انا متابعاه ممكن اقعد اتفرج لحد الساعه 6 الصبح. مش قادره، لو على حسب بقى طبعا هو هيشدني قد ايه. فلا بالعكس انا متسليه جدا. عندي صحابي بقى الدايره القريبه بقى، دول عيلتي، دول السبورت سيستم بتاعي، ودول صحابي من ايام الدراسه، من واحنا في المدرسه، مش من الوسط الاعلامي خالص. فهم من واحنا في المدرسه. فانت متخيله احنا دايما بيقولوا انه الصحاب الحقيقيين من المدرسه بصراحه، مش من الجامعه ولا من الشغل. لا الجامعه نادرا بتحصل، بس لا المدرسه حاجه تانية. اصل المدرسه دي مش ممكن انت بتقعدي مهما فاتت سنين تقعدي تفتكروا ذكريات الكلاس كأنها امبارح.